السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عليه افضل الصلاة وازكى السلام. النهارده جايلكم ان شاء الله في فيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم. الفيديو دوت كان مفاجأة بالنسبة لي، الاحداث اللي حصلت فيه مفاجأة بالنسبة لي. انا قمت الصبح، طبعا انتوا عارفين قبل كده انا الكتاكيت بتاعتي كنت باكلها علف، بس مش بتاع سنها. كان 21%، وكان المفروض اكلها 23%، وكنت زعلانه قوي بقول انا اتنصب عليا. فاختي لما شافت الفيديو قالت لي، لقيتها بتتصل بيا بتقولي انا جايه لك، لقيتها بتقولي كل سنه وانت طيبه عشان عيد الام. انا عشان اكبر اخواتي، فاخواتي متعودين ان هم بيجيبوا لي هديه عيد الام، خاصه ان انا والدتي متوفيه، فهم متعودين دايما بيجيبوا لي هديه عيد الام. فلقيتها النهارده بتقول لي انا جايبه لك هديه عيد الام وجايه. يا بنتي ملوش لازمه، قال لا انا جايبه لك النهارده هديه عيد الام وحاجه مفاجاه اول مره تجيلك. فانا متعوده بيجيبوا لي حاجه في البيت، لبس ليا، اي حاجه خاصه بيا. المره دي ببص لقيتها جايبه لي حاجه انا اتفاجئت بيها، وقلت لازم اقول لحبايبي على اللي انا جالي النهارده. فلقيتها جايبه لي البوكس دوت زي ما انتم شايفين كده، بقفلته كده، بس طبعا انا فتحته عشان انا ما كنتش عارف ايه اللي جواه. فلقيتها جايبه لي البوكس دوت وبتقول لي ايه بالراحه وانت بتفتحيه. فانا حطيته جنبي وقلت بعد ما تمشي افتحه، قلت لا لازم تفتحيه دلوقتي علشان انا عايزه اشوف اللي جواه دلوقتي. طب لما تمشي؟ قالت لا افتحيه دلوقتي. المهم فتحت البوكس وبقول بسم الله الرحمن الرحيم، وببص زي ما انتم شايفين كده، ولقيت بسم الله ما شاء الله جايبالي الكتاكيت البيضه دي اهي زي ما انتم شايفين كده. طبعا هي الهديه فرحتني قوي قوي قوي، لان انا كنت زعلانه قوي بسبب الكتاكيت الصغيره اللي ماتت مني، وبسبب ان الكتاكيت اللي عندي حسيت ان هي ما كبرتش بنفس اللي كانوا قبل كده. طبعا ده نتيجه العلف، اللي هو ما كانوش بياخدوا العلف اللي هو مناسب لسنهم. فالهديه دي فرحتني قوي قوي. انا بصيت لقيتهم الاول حاطه لهم الوناسه دي، علشان بتقولي عشان الكتاكيت ما تخافش فهي حاطه لي دي معاهم. ولقيتها زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، حط ادي اهوت كتاكيت بسم الله. هي قالت لي انا جايبهم لك من مكتب حلو قوي، ومكتب جربي الحاجه بتاعته وبعد كده انت هتشتري من نفس المكتب اللي انا جايبهم لك منه. وطبعا كانت الهديه حلوه قوي قوي، وبقول لها متشكره ليكي قوي قوي يا ليلى، وكل سنه وانت طيبه. وبقول لاخواتي كلهم كل سنه وانتم طيبين. وعايزه اقول لكم ان يعني اجمل حاجه واحلى حاجه ان تلاقي اللي حواليك بيقدروك وبيفتكروك، حتى لو بهديه، لو حتى حاجه بسيطه قوي. وخاصه لما تكون الام متوفيه، فده الاخوات بيبقوا عوض كبير قوي. فبدل مش عايزه اقول لكم على حنيه اخواتي، يعني اخواتي دول حنينين قوي 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 يعني جدا. فالحمد لله رب العالمين، دي نعمه من ربنا. و... وزي ما انتم شايفين كده الكتاكيت حلوه قوي وعجباني قوي قوي قوي، وانا مبسوطه جدا بالهديه، وبقول لها كتر خيرك متشكره ليكي قوي. وما قعدت ابص كده فيهم، يعني انا بتفرج عليهم، فحسيت ان هم فعلا جايين من مكتب حلو غير اللي انا بشتري منه خالص. من الواضح ان هم يعني طالعين بطريقه صحيه كويسه، لان ما شاء الله انا شايفه الكتكوت صحته حلوه، نشيط كويس قوي. وشايفاه زي ما انتم شايفين كده الكتكوت ما شاء الله حلو. وحاطه لي كمان في البوكس حاطه لي طبق اكل ليهم، بس طبعا انا ما حطيتش الميه، قالت لي عشان هيغرقوا الدنيا ميه، هيبهدلوا البوكس. فهي قالت لي انا ركبت تاكسي على طول وجبتهم لك وجيت زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله الكتاكيت حلوه وجميله ازاي، وصحتها حلوه. ودولت ان شاء الله هنبدا بيهم مع بعض. ان احنا دول ان شاء الله دول 15 واحد، فان شاء الله دول هنبدا بيهم زي ما هي قالت لي ابداي بيهم من الاول وما تغيريش العلف بتاعهم، علشان تعرفي هم بيكبروا معاكي بطريقه صح ولا غلط. طبعا انا فرحانه قوي قوي بالهديه دي، وعايزه اقول لكم ان الاخوات الحنينه دي رزق، ولازم نتمسك كلنا ببعض. والحمد لله ان اخواتي كلهم حنينين، واكتر واحد حنين فيهم احمد، ربنا يبارك في عمره ويخلي له ولاده ويبارك في عمره ويبارك في صحته. وكلنا احنا بنات بقى، فكلنا الحمد لله رب العالمين، دي نعمه من ربنا. ودي اول هديه جات لي في عيد الام قبل ولادي وقبل جوزي وقبل اي حد، وانا فرحانه بيها قوي قوي. وبقول لها ربنا يخليكي يا ليلى،
ويوسع رزقك كده ان شاء الله، وتشوفي ولادك احسن حاجه زي ما انت عايزه، وربنا يبارك في اخواتي كلهم ويديهم الصحه وطول العمر. دي اول هديه جاتلي، حبيت ان انا اوريها لكم لان انا بجد فرحانه بيها قوي، وحبيت ان انتوا تبقوا فرحانين معايا. ان شاء الله هنبدا بيهم دوره من اول يوم، هناكلهم مع بعض العلف بتاعهم، وهنبدا يكبروا كل يوم، هنبدا نصورهم ونشوف اخبارهم ايه واحوالهم ايه، وهل هم بيكبروا بطريقه صحيه فعلا ولا لا، ولو هم عايزين ادويه. يعني هنبدا مع بعض، يعتبر دوره جديده. كل اللي عايز يربي يبدا معايا من الاول وجديد. نبدا بقى من الاول خالص، نبدا نربي مع بعض. واللي هو بيربي وشاطر برضو يبعت لي ملاحظاته، لو في اي حاجه انا بعملها غلط يبدا يا ريت ينبهوني في الكومنتات، ويقول لي ان اللي انا بعمله غلط او في حاجه غلط او عنده معلومه تفيدني. وانا هبدا معاكم من الاول خالص دوره جديده، دوره كتاكيت بيضه او فراخ بيضه من اول يوم، وان شاء الله خير باذن الله. كل سنه وحضراتكم طيبين.